إذا إخواني أخواتي صدمة عالمية. هاد الناس غادي يزورهم المؤثر العالمي اي شو سبيد، وهو ضحك عليهم والعالم ضحك عليهم، والشوهة ديالهم شافوها العالم كامل في واحد اللايف اللي كانوا كيشاهدوا قرابة 2 مليون مشاهد. اتفرجوا معايا بعد هاد العجب اللي كيقتل بالضحك. يا خرا شنو هذا؟ انا راه هذا الموضوع هذا راه تنبغى نحماق انا في بلادي انا بعلاقه بالوالد. ها إخواني أخواتي، يعني قبل ما يجي عندك واحد السائح فراه خاصك تعرف بعدا الخلفية الثقافية ديالو. هما راه في الميريكان راه راجل ما كيبوش راجل، راه إلا باسك شي راجل في الزنقة راه بحال إلا كيطلبك الفراش عندهم. وسمحوا لي حيت خاصني نوضح هاد النقطة. شوفوا إخواني أخواتي، ردة الفعل ديالو من جلسوا جالسين كيبوسوا فيه، درجة واحد محيد حوايجو كيبوس فيه، والله إلا الشوهة عالمية. يا خرا شنو هذا؟ شوفوا وجوه إخواني أخواتي، والله انا إلا راه هذا الموضوع هذا راه تنبغى نحماق انا في بلادي انا بعلاقه بالوالد. ها ودابا هاد الناس اخوتي والله تا بزاف اول مره واقيلا غادي يزورهم شي سائح، وتا هو من يزارهم راه ندم اشد الندم. راكم شفتوا شنو داروا لي في التيرانات ديالهم؟ هذاك الشيء غير شويه. تخيلوا معايا جا عندهم نهار واحد شاف هاد الحجب كامل. اشوفوا معايا يا اخواني على مصيبه كي داير. وبنادم راه حشومه دري صغير تهزو وتعطيه لواحد اللي ما كيعرفو ما عنده معاه علاقه وتقول ليه بوسو. راه عندهم حشومه. وعباد الله هاد الناس منين جايين؟ والله الا شوهتوا براسكم وشوهتوا براسكم في العالم. العالميه يا جدك هي هادي. واش انت عارف باللي العالم كامل حاليا موجه الانظار ليك؟ راه لايف عالمي تقريبا 2 مليون ديال المشاهده اللي شافوه في ذاك اللحظه، فما بالك من بعد؟ هذا راه مؤثر عالمي وبطبيعه الحال عنده مشاهدين كيتقدروا ب 100 مليون اللي جينا نحسبوا منصات التواصل الاجتماعي ديالو كاملين. شوفوا اخواني اخواتي الترحيب ديالهم اللي داروا ليه في التيران. تفرجوا معايا هذا العجب العجاب. إخواني مكتوب على الفيديو بأن اللايف شافوه 48 مليون واحد. 48 مليون ديال الخلق عرف الحقيقة ديالهم الهمجية. والمشكلة أنه جاي باغي يوري البلايص زوينين في الجزائر. قلب تعيا اش غادي يوري؟ غادي نوري التيران. فاش مشى للتيران ندموه إخواني أخواتي وضربوه بالحجر، وهو على اللسان ديالو كيقول ما باقيش غادي نجي هنا وخاصني نمشي من هنا. وتا هذوك لي كارد كور ديالو كانوا كيقولوا ليه ما تخافش ما تبانيكاش، عارفين بلي داك الشيء اللي وقع ليه ما عمره وقع ليه في شي دوله. صافي حنا ما كنحتاجوش نخسروا الصوره ديالهم، هما مخسرينها اصلا، حتى هذيك هي الحقيقه ديالهم. وشوفوا معايا يا اخواني نكملوا اشنو داروا ليه في التيران. حشومه والله الا حشومه. ماشي تصرفات هادو، والله ما تصرفات اخواني اخواتي. عاد زيد عليها اللي كيبداو يغوتوا بحال لي زانديان. واش ما عمركم شفتوا البشر ومخرجين عيالاتكم كيشطحوا معاه؟ والله الا حشومه وعيد بوعه. دابا هو فاش غادي يجي للمغرب راه غادي يسحب لي راه حنا بحالهم. دابا اش من صوره كيعطيو لشمال افريقيا والعرب، فهو ملي كيدوي معاهم كيبدا يقول لهم ديك حبيبي، يعني هو داير في بالو راهم عربيين، ومني غادي يدخل المغرب راه هادو تا هما عربيين. يعني شوهتوا راسكم وشوهتونا. شوفوا معايا، شوفوا اخواني اخواتي، والله الا الفيديو كيعبر على كل شيء. هتشطح شطحي. مرحبا بك. ودابا هذا اش من ثقافه عطيتوه باش يقولها الامريكانيين والناس اللي غادي يجيو سياح الا شافوا الفيديو ديالكم؟ اشنا هي الصوره اللي عطيتو لهاد الناس؟ الغوات والتبعصيص كتغوتوا بلا حتى شي فائده. والسيد بغى يسمعكم، السيد بغى يجبد منكم فكره، بغيكم تديو تجي معاه في الهضره.
تهضر معاه يهضر معاك، يشوف الثقافه يعرفها، وانت فاش كيجي يهضر معاك كتبدا تغوت بحال اللسان ديال. يعني شنو الهدف من هذا الشيء؟ شنو الهدف من هذا الغوات؟ اش غادي يقول؟ شوفوا هو غير النظرات ديالو كتعبر على كل شيء، فهو مستغرب لدرجه قال لهم اخواني اخواتي اش داني نجي لهنا، خاصني نخرج دابا. فاش صيفطوا عليه الحجر في التيران راه بغى يهرب، ما كراش ديك الساعه الارض تبلعوه، هذاك الشيء ما عمري شافو. وجلسوا كيقنعوا فيه لا راه كيحبوك، لا راه غير واقيلا حيت الالترا ما بغاتكش تصورها، واتاش دخل الالترا في سائح جاي كيصور بلادك، راه جاي باغي يوريك واحد الصوره زوينه، يوري واحد الصوره زوينه على البلاد ديالك باش يعرفوها الناس، ربما تعجبهم يجيو كسياح، وانت في عوض تستقبلو وتعامل معاه مزيان فانت بديتي كترشقو بالحجاره. والله الا حشومه وعيب وعار. علاش؟ حيت اليوطرا قال لك ما خاصكش تصورنا. على بالكم اليوطرا ديالكم واش كتصاوبوا النووي؟ علاش ما يصوركم؟ واش كتقادوا تما؟ اش كتصنعوا لينا؟ واش كتعطيو لهذا العالم؟ عرفتي يا اخواني اخواتي، والله الا العقليه ما بغاتش تبدل، حشومه وعيب وعار يكون بحال هكا في شمال افريقيا يا اخواني. حتى حنا كنتاثروا. سائح خاصك تهلا فيه، تعامل معاه مزيان، وحشومه انك دير لي هذا هو المثال الحي على واحد التعامل خايب. كيشوفوا واحد السائل اللي خرج يا اخواني باقي ما كمل حتى 24 ساعه، خرج مشى في حاله. الله يهدي اخواني اخواتي ما خلق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.